أوقات كتير بنفكر إن التعاون حاجة بنتعلمها وإحنا كبار، لكن الحقيقة إن أنقى وأصدق صور التعاون بتبدأ وإحنا لسه صغيرين وما بنحسبهاش، ما بنفتكرهاش ولا بنقول عليها مصلحة ولا بنفكر مين هياخد أكتر من مين. بنمسك في إيد بعض بالفطرة، بنمشي سوا من غير ما نسأل هو إحنا ليه بنعمل كده. النهاردة هنتكلم عن اتنين في أولى إعدادي لكن علاقتهم كبيرة جدًا ومرتبطين ببعض، 2 علاقتهم بسيطة جدًا في شكلها، لكن عميقة جدًا في معناها. أهلًا بيكم أعزائنا المشاهدين في برنامجنا صوت وصورة، ومعانا ياسين وإبراهيم علشان نعرف إيه سر ارتباطهم ببعض، وإزاي بيساعدوا بعض، وإزاي كل واحد فيهم كان عكاز التاني. معانا ياسين وابراهيم، اهلا بيكم. اخباركم ايه؟ الحمد لله. انتوا الاثنين هتردوا مع بعض برضو، يعني اخباركم ايه؟ نردوا مع بعض. ماشي اوكي. سنه كام يا ابراهيم وسنه كام يا ياسين؟ اولى اعدادي. انتوا الاثنين في اولى اعدادي في نفس الفصل مع بعض؟ مرتبطين ببعض جدا، تخرجوا مع بعض، شايفاكم وانتوا ماشيين حاطين ايديكم على كتف بعض. انت اللي مخلي بالك منه ولا هو اللي بيخلي باله منك؟ لا يعني كل واحد فينا بيحمي التاني. انت بتحبه؟ اه. مين بيعكسك، هو ولا انت؟ لا هو. ياسين انت اللي بتعكسه يا ياسين؟ يعني ايه بعكس يعني الناس؟ بتقعد تغلس عليه وتضايقه ومش عارف ايه وكده، ولا انت بتحبه برضو؟ لا انا بحبه، بس لما بنعمل الحركات دي بنبقى بهزار يعني. بتحبوا تهزروا مع بعض؟ اه. بايتين مع بعض في البيت مع انكم مش اخوات لكن ولاد عم وولاد خاله في نفس الوقت، صح كده؟ صح. بتصحوا من النوم الصبح تعملوا ايه الروتين بتاع حياتكم؟ رايحين المدرسه لوحده عشان هو بيبقى ساكن في الدور الخامس وانا ساكن في الدور الثالث، بس هو ساعات بينزل بس مش بتباتوا انتوا كده مع بعض؟ يعني كل واحد بيبات في البيت عنده ساعه الدراسه؟ لا ساعات ينزل يبات معايا، ساعات انا اطلع. بس تمام. في اوقات المدارس يعني اليوم اللي رايحين بعد المدارس بنبات بقى كل واحد بيبات في بيته. عشان يحضر شنطته بقى بدل ما كده. يحضر شنطته ومذاكرته والحاجات ديت اللي هيروح بيها المدرسه الصبح والكلام ده كله. مين بياكل سندوتشات مين؟ بنبدل. بتبدلوا؟ ليه بتبقاش عاجباكم السندوتشات اللي معموله؟ يعني لا مثلا تغيير. انا ببقى عامل سندوتشات هو بيحبها، وهو بيبقى عامل حاجات انا بحبها. كل الاطفال بيحبوا السندوتشات اللي مش ماما عاملاها، كلهم بيعملوا كده. فبنبدل. طيب النسبه انتوا نزلتوا اهو ورايحين المدرسه، تركبوا الباص طبعا وبتروحوا المدرسه وبتقعدوا في الفصل والكلام ده كله، حد بيضايقكم؟ حد بيغلس عليكم؟ انت بتدافع عنه؟ يعني بدافع عنه بس مش بحب اضرب. بتدافع عاقل. الضرب دي انت شكلك عاقل على العموم. بس الضرب دي انا اللي بضرب، يعني هو بيقعد يديهم الكلمتين بتوع الطاقه الايجابيه دول. ايوه. وانا بقى بعد ما يخلص بقى محاضرته لا يخلص محاضرته اقوم انا داخل ضارب العيال. طب وليه كده؟ ما مره واحد قاعد في الديسك بتاعي وانا مش عايز حد يقعد في الديسك بتاعي، بيقعدوا يلوثوهم بيبقوا. طب هقول لك على حاجه بس عشان انت دلوقتي يعني احنا قدام الكاميرا هنقول بنضرب، ينفع الكلام ده؟ عادي. مش عادي. انت على العموم دمك خفيف، سكره خالص انت وهو، وانا مبسوطه جدا جدا انك انتوا اصحاب واخوات وقرايب واللي عايزه اساله، لو انتوا مش قرايب كنتوا برضو هتبقوا اصحاب؟ لو كان في صدفه اللي احنا نتقابل كنتوا هتبقوا اصحاب. يعني انت لو قعدت تدور على صاحب مش هتلاقي الا ياسين، وياسين لو قعد يدور على صاحب مش هيلاقي غير ابراهيم. صح؟ انتوا مرتبطين من بعض من يوم ما اتولدتوا تقريبا. لا ده هو كان بيضربني وانا صغير اصلا. والله هو طالع شرس من وهو صغير؟ لا هو كان يعني هو صغير كده كان بتاع. ياسين شقي في المدرسه صح؟ مش شقي يعني فاشل، لا شقي يعني ما بحبش. شقي يعني بيلمد مع المدرسين بس شاطر. شاطر صح؟ لا يعني هو مره هو صغير مثلا كان هو معرفش كان عنده ايه في شعره ده. كان شعره كانه متكهرب، ما كانش عنده غير شعرتين 3 كده. حضرتك كنت تعرفي تعيدي؟ هتتنمر يا ياسين. لا فانا بقى كنت ايه، انا ورايح وانا جاي الاقيه قاعد بيتفرج على التلفزيون اشده من شعره. حب بس انت بتحبه صح؟ وهو كمان بيحبك. ما عندكوش اصحاب تاني غيركم انتوا بس؟ انتوا بس اصحاب؟ لا عندنا واحد هو ابن عمتنا يعني، بس هو في اسكندريه بتحبوا تلعبوا معاه وكده. هو من اول ما بنسافر بقى اسكندريه نصيف كده يعني بنبات عنده في البيت.
ايه الهوايات اللي انتوا بتحبوا تلعبوها مع بعض؟ تقولوا تعالى يا ياسين العب معايا، تعالى يا ابراهيم العب معايا. بنحب نلعب كورة. بنحب نلعب فيفا، لعبة فيفا حضرتك تعرفيها؟ فيفا فيفا. لا مش عارفاها بصراحه. بتبقى مطوشة كورة برضه بس على الموبايل. تمام. بيظبط هو الماتش. حياتك على الموبايل انت وهو؟ لا. مذاكره ولا كلها لعب؟ لا لا هي ساعات في مرة كده كانت قبل امتحانات سنة 6 آخر السنة. تمام. كنا في رمضان، فبعد أذان الفجر كده احنا بنحب نسهر في رمضان. بنصلي طبعا. بعد أذان الفجر رحت في برنامج اسمه نجوى اكزامز. نقلته ده على الامتحانات، قعدنا نختبر. قعدتوا بقى تذاكروا سوا طب كويس ان انت بتفكر ازاي تدور على الحاجه اللي انتوا تشتركوا فيها، وفي نفس الوقت اللي فيه الاسئله تقعدوا تحفظوا وتقعدوا تذاكروا سوا، ومهتمين بالمذاكره مش باللعب بس.